ومش هيطول ومحتاجين ان هم يهربوا. وسايفر بتقول لها انت مش عايزة ترجعي لعيلتك ولا ايه؟ بتسألها ان هي مش محتاجاها، انت عملت كل حاجة لوحدك. سايفر عرفتها ان هي محتاجة شخصين في خطتها عشان تعرف تهرب، وبيفتحوا في نفس الوقت الاتنين مفتاح كهربا كبير يساعدهم ان هم يخرجوا من السقف. وبتسألها زوجة دوم قدامها قد ايه؟ بتقول لها 4 دقايق عقبال ما يصحوا. بتعرفها ان ده وقت كافي. وهنا بيبدأ عركة بينهم بسبب ان هما كان بينهم طار قديم، وبيفضلوا يتقاتلوا باحترافية، وبتكون المعركة بينهم صعبة، وبتكون سايفر عنيفة وزوجة دوم بتحاول تخنقها بسلك. وبعد كده جهاز الانذار بيشتغل وبيحصل قلق بينهم، وبيكونوا هيخلصوا على بعض. وبنرجع لدوم وهو مع البنت اللي كانت بتسابقه، واللي اكتشف انها تبقى اخت صديقة ليه، وكانت شغالة معاه في الوكالة، وبتكون عندها ملفات لكل الاشخاص الخطر. وبتعرفه انه معاها الملف بتاع ريان اللي هو رئيس العصابة وابنه دانتي. وبتعرفه ان دانتي ده شخص مختل عقليا واتحبس كذا مرة، وان كان دايما بيعمل جرايم وابوه بينقذه من السجن. ودوم بيعرفها انه هيعرف يلاقيه، وهي بتطلب منه ان هي تروح معاه، ولكن هو بيرفض وبيطلب منها ان هي تخليها في مكانها عشان تفضل بامان. ودوم بيكون نازل من البيت بتاعها وبيلاقي رئيس الوكالة بيراقبه وبياخد باله، ولكن رئيس الوكالة بيتعرض في طريقه لشباب من الحي وبيبدأ يتعارك معاهم، وفي لحظات بيخلص عليهم وبيمشي. وبنلاقي ابن دوم وصديقه في الطيارة، وبيكون بيحاول يهدي ابنه لأنه بيخاف من الطيارات. وبيتكلموا، وبتيجي مضيفة الطيران وبتديلهم 3 ازايز، وهو بيفهم بكده ان في 3 اشخاص جايين يقتلوه. وبيقول له هنعد ل3 وهنقوم، وفعلا بيقوموا. وبنلاقي 3 رجالة داخلين وراهم وبيقتلوهم، وبينزلوا في مكان في الطيارة، وبيكونوا مجهزين طيارة صغيرة خاصة بيهم.